بصوا يا جماعة، السلام عليكم. أنا سمعت حاجة كده يوم الجمعة، شفتها في فيديو من الفيديوهات اللي احنا بنخش نتفرج على فيديوهات الغم والهم بتاع الناس، وما عجبنيش رد البني آدم. لا عجبني أبو اللي هكلمكم عنه، ولا عجبني رده هو. عشان اللي عنده بنت يحافظ عليها، اللي عنده بنت يشوف لبسها وهي خارجة، يشوفها لابسة ازاي، عاملة ايه في وشها. لما بنته تتخطب يحطها تحت المنظار هي وخطيبها، هتسمعوا ده؟ انا بشوف بعض الزملاء كده، فلقيت حد بيتصل على زميل بيقول له انا عايز اكلمك في حاجه. قال له الحلقه مسجله. قال له ماشي نبدا. قال له انا خايف ده اللي انا عملته يقعد لاختي. قال له ايه اللي انت عملته بقى؟ قال له انا طلعت من محافظتي، رحت محافظه تانية واشتغلت فيها، واتعرفت على شاب هناك، وفي يوم من الايام خدني وعرفنا على بيتهم. مره سالوني انت مين ومن انا حته ومحافظتك واللي وانا عيلتي معروفه. تاني مره برضه خدني تعالى نشرب عندنا الشاي، تعالى. رحت لقيت ابو زميلي بيقول لي يا ابن المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وانا شايفك راجل محترم ومن عيله حلوه، وانا بخطبك بنتي ده. وجاب لي بنتي وراني. جيت انت واهلك انا هخطبها لك، جيت لوحدك انا هخطبها لك، انا شاري راجل يا ابني. فبقول انا اتحرجت وقعدت مش لاقي كلام. فقال لي انت محرج ليه؟ قلت له لا مفيش حاجه يعني، وانا لكن عقل دماغي بيودي ويجيب، يعني انا جاي زميل ابنك وجاي هنا مش جاي اخطب ولا اتجوز. فبقول له قلت له حاضر هكلم اهلي واجيلك. كلمت اهلي فعلا ورحت خطبتها. كان اتفقنا على الجواز بعد سنه، وبعد سنة احنا هنجيب حاجة وهو هيجيب حاجة. هو اتفق بس معانا قال ما اقدرش اجيب غير تلاجة وغسالة وبوتاجاز وشوية اواني، يعني عندنا كده في الفلاحين بيقولوا عليه المطبخ. تقول السنة خلصت، التانية التالتة الرابعة، فجم قرايبي يا عم عايزين نجوز، انا لسه ما جهزتش. يا عم عايزين نجوز، انا لسه ما جبتش. قالوا لا كفاية كده، احنا عايزين نفرح بابننا وخلاص. يا اما تسيبنا احنا واحنا هنجوز وهنعتبر ان احنا عندنا واد وبنت وهنجوزهم، احنا بنشتري بنت حلال، واحنا عرفنا ان انت راجل حاج بيت ربنا مش عارفه كام مره، وعامل وعامل وعامل. قال لهم لا انا اللي اجهز بنتي وبس، ما حدش هيجهزها لي. طب والعمل؟ قال لا خلاص انا مشيت مع قرايبي وخلاص، قلت لهم اللي عندكم لكم وخلاص، وجالها عريس جوزوها وانا رايح اتجوز. هي بقى كل يوم تتصل عليا وتبعت لي وبتعيط لي. انت خايف بقى ليه؟ خايف ان انت سبتها يعني؟ لا. خايف ان انت سبتها وقعد لاختك؟ لا. اما انت خايف من ايه؟ من اللي انا عملته. ايه اللي انت عملته؟ انا على مدار ال4 سنين كنت انا وهي بنتعامل مع بعض كمعامله ازواج. ازواج؟ قال له اه. قال له يعني مره ولا اتنين ولا حاجه؟ قال له لا كتير. بس بس كان من خارج الهدوم، يعني ما كناش يعني بنقلع الهدوم، بس كل راجل وزوجه بياخدوه انا خدته. طب وعملت ايه يا ابني؟ انا سبتها انا رايح اتجوز. ليه؟ قرايبي عايزين يفرحوا بيا. طب والبنت بتجري ورايا وبتبعت لي ناس وبتعيط لي وتقول لي خدني اكتب عليا والنبي، وخدني، آه اروح معاك بيتكم، انت كده كده شهيتك جاهزه، يا تاخدني عندكم هناك وقرايبك يعملوا لنا الفرح اللي هيعملوه يعملوا، وسيبك من ابويا طالما لسه ما جهزش ومش هيجهز. ما تسيبنيش بعد 4 سنين. لا لا. شوف بقى اللي جاي عشان اللي عنده بنت يحافظ عليه. انا من يوم الجمعه بحاول امسك نفسي، مش عايز اقول لكم ما بنامش. شوف بقى العريس قال ايه، عشان كل واحد بيدخل واحد عنده، يعرف اللي داخل عنده ازاي وداخل ليه، وهياخد بنتي ولا مش هياخدها، ويحطه تحت الميكروسكوب مليون. مش هقول لكم في الدقيقه، يعني في الساعه. بص على مدار الساعه، اعتبروا الساعه ديت بص سنه. الشويه اللي قدام عندكم سنه، قاعد له كده ما تتحركش من قدامه. قالوا احنا من عيله وما اقدرش اخدها ازاي هناك، ورا عندنا البلد نقوم نعمل لها الفرح ازاي، ويقولوا ده جايباها ده ملهاش عيله، وقرايبها ما تجيبهاش، يبقى كان ما بينهم وما بينها حاجه. طب انت هتسيب البنت ازاي بعد اللي حصل ده كله؟ طب انا هعمل ايه لابوها؟ طب ارجع تاني؟ لا ما عدتش راجع. انا خلاص قرايبي قرروا ان هيجوزوني، عايزين يفرحوا بيا وانا هتجوز. طب والبنت؟ طب انا اعمل لها ايه هي وابوها؟ ده انا صرفت عليهم فلوس لا حصر لها ولا عاد. ده انا كانوا بيطلبوني انني اجيب حاجات وانا جاي. طب انت عملت الحاجه دي كم مره؟ اكتر من 1000 مره. استغرب اللي بيتكلموا. قال له ايه؟
الله اكتر من 1000 مرة بكتير. قال له بكتير على مدار 4 سنين. احسبوا بقى ال4 سنين كام يا جماعة، 365 يوم ولا هي السنة اتغيرت وكان ضروري فيهم سنة كبيسة. يعني 366 يوم. الأخ بيقول أكتر بكتير، يعني تقريبا يوميا، والآخر سابها. شوفوا كمية التحطيم اللي هي فيها في أب سابها لما ضاعت، والآخر لا جاهزة ولا سابها مجهزوها ولا البنت قادرة تقوله. والباقي كل همه أنا من عيلة وهروح أتجوز، قرايبي عايزين يفرحوا بيا، ما همهوش اللي عملوا في بنات الناس. في نفس اليوم الاقيه نازل على على الفيس كتير. بس يا دود، الاقيه نازل على الفيس كتير ان في حد لقوه شاب في مقتبل العمر ميت وملقي على ترعه في كرداسه. فتتبعوا الترعه ديت والواد رايح فين واللي جاي واللي لقوه كان عند جماعه. البيت ده مفتوح كده. البنت كانت معاه في علاقه وماتوا الاتنين. شو بقى الجديد؟ الام اتصلت على ولادها وقالت لهم تعالوا الولد اللي كان مع اختكم مات. راحوا خدوه ورموه على ترعه، يعني لها رجاله مش ملهاش، لكن سايبينها بتجيب لهم فلوس، عايشه حياتها، مش قادرين يكلموها. الام اللي مسيطره. الواد اندفن والبنت اندفنت وماتوا على سيئه ربنا ما يكتبها علينا. اللهم احسن خاتمتنا يا رب، انا وكل من يسمعني. والام اللي توجه لها كذا قضيه. شوفوا انتوا بتعملوا ايه ببناتكم. لما تشوفوا بناتكم وهم ماشيين في الشارع واللبس ما تبقاش طالعين من بيوتكم. لما ببقى ماشيه في الشارع وبنت يوم الجمعه مالكه سلسله على ايدها وعماله تلفها مفكره نفسها ليلى مراد في فيلم مش فاكره اسمه، وجوز الصبيان مخلصين الجامعه واقفين شباب زي الورد، بيقول لها امال لو كنت حلوه على كده، لابسه بلوزه وبنطلون ولابسه عبايه سمرا فوقهم ولابسه شبشب وماشي وحاطه طرحه بس على دماغها كده نص دماغها فقط، وصلاميه طرفها ورا وطرفها قدام وعماله تملك السلسله بتلفها ايه او حاجه كده على صباح. قال لها امال لو كنت حلوه، ده انت الحبايه فيكي مش عارفه قد ايه في وشك وشكلك معفنه واللي. سمعت الكلمتين. انا لو انا الكلمتين ما تقولوليش مش عايزه اقول لكم انا كنت رايحه لاخواتي المقابر. مش عايزه اقول لكم انا ببقى ماشيه في حالي شكل ايه. انا كنت يعني لو كنت في يوم غير ده وبيبقى يوم ما اقولكوش عليه، انا مش عارفه كنت عملت فيهم ايه في جوز الشباب. لمجرد ان انا سمعتهم بقول او هي كده سمعت وعادي ما عندهاش فكره. ما هي طالعه من البيت ابوها سايبه حاطه الطرحه في نص شعرها، راحت الطلب ولا حاجه ولابسه لي بنطلون. كان في بنت قالت لي كده انزل لكم في فيديو تاني، قالت لي على اسم البنطلون، بتقول لي بنطلون استك واحده قد البت اللي مش عاجباك دي قدها 5 مرات تلبسه وتمشي بيه عادي. اصلا بتمط مش فاكره اسمه لان ما تعودناش نلبسه. الولا ساب البيت والام كانت فاتحه البيت في منطقه تانية لبنتها تجيب اللي رايح واللي جاي. والبنت اللي دمرت بعد 4 سنين ويقول انا كنت بحبها. طب وهي بتحبني؟ طب وانت؟ انا كنت بحبها بس قرايبي عايزين يفرحوا بيا. قرايبه عايزين يفرحوا بيا وساب البنت. بالله عليكم اللي عنده بنت يحافظ عليها والا هتتاكل وضيه. لو جه خطيب بنتك يسيبها قبل ما يسيبها روح اكشف عليها، لان في حكايات كتير سابوهم وطلعوا البنات مش بنات وسابوهم عمرهم ما راجعين لهم. وهقول لكم في تسجيل تاني اللي انا شفته واللي سمعته والله تعرفوه. حافظوا على عيالكم. شوف بنتك لابسه ازاي وماشيه مع مين ورايحه فين وجايه منين عشان تعرف تربيتك، لانك هتتحاسب عليه. هتتحاسب على بنتك، هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ هتقول له وانت سايب بنتك ضايعه. يلا، لله الامر من قبل ومن بعد. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معكم سحر منصور.